طب انا راضي ذمتك حقيقي، يعني والله العظيم راضي ذمتك فعلا. يعني ينفع نتعادل مع ال 17 على الدوري؟ والله بجد. وفي الاخر يقول لك الدوري الانجليزي وحش. الدوري الانجليزي ايه اللي وحش؟ والله العظيم انت اللي وحش. يقول لك اصل الدوري الانجليزي المتعه. مفيش متعه ليه بقى حضرتك؟ لان الفرق الصغيره ممكن تكسب الفرق الكبيره عادي. هي دي دي بالنسبه لك اللي مش متعه؟ دي يا ابني المتعه كلها. المتعه كلها ان انت تلاقي كل دلوقتي الفرق، اذا كان بقى اللي بيشجع مانشستر يونايتد، اذا كان بيشجع ارسنال، اذا كان بيشجع آه ليفربول، اللي اذا كان بيشجع تشيلسي، قاعد بيتفرج عليك وانت بتتعادل مع كريستال بالاس اللي هو ال 17 على الدوري. هي دي قمه المتعه بالنسبه لهم، اقسم بالله. ودي قمه الاثاره. هو ده انت هتلاقيه في اي حاجه تانية غير السيتي وريال مدريد السنه دي؟ هتلاقيه في اي حد؟ مش هتلاقيه في اي حد. هما الاثنين بس اللي بيعملوا الحاجات الحلوه دي. اقسم بالله هي دي المتعه كلها. يعني السيلهرز بارك بقى بالنسبه لنا برضو ضمن الحقبه بتاعت الايه، يعني فاهم، العك. يعني انت في 9 مباريات تعادلت كام؟ تعادلت اتنين وكسبت واحد بتاع نوتنجهام. والله حاسس ان هو غريب، اقسم بالله. وتعادل وخسرت ستة. ستة. رقم غريب مش مفهوم. اقسم بالله انا حافظهم كلهم ممكن اكرهم لك. والله العظيم. يعني انا مش عارف حقيقي، جوارديولا حس ان هو ابتدى الموضوع يبقى غريب. يعني انت كسبت بالخطه آه اللي انت لعبت بيها يعني الاول على، يعني نوتنجهام فورست. حلو، كان عندك لعيبه تانية خالص تلعب. يعني انت كان فين جاك جريليش وفين دوكو؟ ليه منزلهم الشوط الثاني بعد دقيقه 78؟ ليه بتعمل كده يا حبيبي؟ ليه؟ طب ما خلاص، ما اللي تكسبه العبه. بيقول لك سهله، الموضوع مش صعب، ما فيهوش كيمياء. اقسم بالله والله. خلاص يعني كان في النهارده ماتش ايفرتون وليفربول في الاول واتلغى وبتاع، وهيتجد هيتلعب تاني وبتاع عشان خاطر الطقس كان وحش ومش عارف ايه، فلغوا الماتش. قال لك هيتاجل. طب ما تستغل الفرصه دي انت تقرب، عشان على الاقل، على الاقل تبقى مدي لنفسك، يعني يبقى اللعيبه عندها حافز. طب ليه؟ ليه ماتيوس نونيز؟ يعني ليه ماتيوس نونيز وسافينيو؟ ليه اقسم بالله؟ اقسم والله العظيم فين البركه بتاعتهم هما الاثنين؟ سافينيو ده ما جابش ولا جول. يعني امتى هيجيب اجوان انا ما اعرفش، اقسم بالله. بس هو حقيقي مش بتاع دوري انجليزي يعني. او لو بتاع دوري الانجليزي هيبقى بستايل لعب ان انت بتلعب على الهجمه المرتده اكتر من ان انت بتلعب على باصات كتير وتيكي تاكا وي وي وكل الكلام ده. ليه بقى؟ ليه؟ يعني بص تعالى بص. تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يصلك مني كل جديد. طبعا لو انت تابعتني هتتبسط بقى وتشوف بقى متعه بقى، لان احنا هنشوف متعه واثاره لغايه اخر الموسم. الموسم اللي هو انت مش تاخد السيتي مش هياخد فيه اي حاجه ده خالص. اه. وللاسف انا مضطر ان اقول لك كده، لان احنا حالتنا لا تسر عدو ولا حبيب يعني في كل حاجه. يعني اذا كان دوري، اذا كان يويفا، اذا كان كاس الكاراباو اللي احنا كنا عايزين نخرج منه، بس اذا كان الاف اي كاب هيبقى جاي كمان. هنشوف حزن يعني. هنشوف حزن اذا كان في كاس العالم للانديه في شهر 6. انا كنت ببقى مبسوط ان احنا نلعب الوداد والعين واليوفي. لا يا باشا. لا يا باشا، دول صعبين يا باشا. لا والله اقسم بالله. احنا عايزين مجموعه زي بتاعت الاهلي. السيتي عايز مجموعه زي بتاعت الاهلي. من الاخر من الاخر. تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب زي ما قلت لك كده، تفعل زر الجرس. معاك جهاد العمري، فهنتكلم كوره. تعالى بقى نشوف الثلاث ماتشات اللي اتلعبوا النهارده قبل مباراه طبعا مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست. ونشوف ايه اللي حصل في ماتش السيتي وكريستال بالاس، او كريستال بالاس والسيتي اللي اتلعب في سيلهرست بارك. وتعالى نشوف بقى ايه الدنيا دي يعني كلها. والله النهارده جوارديولا لعب بخطتين، خطه الشوط الاول وخطه تانية خلص الشوط الثاني. لعبت في اول المباراه بثلاثه 2 4 1. تمام، اللي هي 3 6 1 مفيش اي مشكله. دخلت الشوط الثاني قمت لعبت 4 2 3 1 برضه مفيش اي مشكله. حلو حضرتك، انت ابتديت بخطتك بتلعب قدام فريق بيلعب 3 4 3 دايموند. والدنيا يعني مش صعبه، ما فيهاش عقد وما فيهاش حاجه. بس انت في الاخر فريق عارف ان هو في الاخر بيلعبك على الهجمه المرتده. عنده اسماعيل يسار وعندك ايزيه. فبص بقى جوارديولا عمل ايه. لعب بورتيجا طبعا، هو كده كده عنده تريب اكيد يعني مع ادرسون. حلو، وعنده تريب مع جافارديول. بس هو كده كده مش لاقي حل ان هو يخرج جافارديول ويحط مين؟ روبن دياز، كايل ووكر، ريكو لويز، جندوجان في خط النص. الاثنين دول معاهم بقى قدامك دي بروين على الشمال. آه على الجناح ماتيوس نونيز. على اليمين برناردو سيلفا. على الجناح سافينيو. وطبعا قدام ايرلينج هالاند. تمام، حلو جدا، مفيش اي حاجه. الاخطاء الفرديه اللي بتحصل معانا الغير مفهومه وغير مبرره من اي لعيب. يعني هقول لك انا، خطا من جندوجان، وطبعا هتلعب عليك ضغط عالي مفيش اي مشكله في اول الماتش، احنا متعودين على القصه دي جدا. حلو. خطا، الكره اترمت في نص الملعب والهيوز الراجل يستلم الكوره
ياخد بيها خطوه قدام بس كده، يعمل سكانايه يلاقي مونيز اللعيبه خط نص اليمين بتاع كريستال بالاس، يقوم مديله ثرويه. كايل ووكر تايه مش عارف يضرب الاوفسايد تراب، واقف غلط، واقف على اساس ان هو ضرب الاوفسايد تراب وشايف ان هو تمام وبتاع، واول لما الكره اتلعبت عمل لك اوفسايد. حاجه عره يعني بمنتهى الامانه، اقسم بالله. فكره ان انت يعني كايل ووكر يعني بحجم ان هو المفروض ان انت الكابتن، المفروض ان انت راجل تبقى عارف دايما قراراتك وعارف انت دايما بتعمل ايه. ما ينفعش تبقى انت في كورتين اللي دخلوا في المباراه الاثنين، واحد اوفسايد تراب منك غلط، والتاني انت اللي المفروض ان انت واقف مع المدافع واللعيب يطلع فوقيك ويحط الكره بدماغه. ما هو يعني وانت تفضل تتفرج عليه مش طبيعي يعني. انت كابتن، راعي ان انت كابتن، لان راعي ان الناس بقى خلاص جابت اخرها بصراحه. مفيش مشكله، ماشي. وفي الاخر الراجل يسجل الهدف الاول من نونيز ده زي ما قلت لك، وتمام مفيش مشكله. ده في الدقيقه كام؟ الدقيقه الرابعه. الدقيقه السابعه برناردو سيلفا يباصي الكره لكيفن دي بروين، كيفن دي بروين يدي كره لهالاند، هالاند وهو داخل على الجون كده كره، بص الكره مديها له حلاوه كده حقيقي زي ما قال الكتاب. داخل واحد لواحد على دين هندرسون، اداله في وشه في الدقيقه السابعه. الراجل وقع على دماغه اتكفى، فاهم؟ قعد دقيقتين مش فاهم اي حاجه. اه شايف العصافير اللي بتلف فوق دماغه دي؟ والله العظيم. بعدها الدقيقه 23 جندوجان تيجي له كوره يشوطها فيرست تايم. الراجل بقى انت فاهم بقى ملك ملك الفيرست تايمات. يشوط كوره تخبط في العارضه وترد لمين بقى؟ لسافيو. سافيو يدخل يقوم ماسك الكرة على شماله، يقط واحد في التاني، هو ما بيقطش، هو بيزق الكرة واحد في التاني، يجي يشوطها تخرج بره. الراجل عنده يعني بص نفسه بص يعمل اي حاجه ويسجل جون عشان يقول انا هنا. الراجل نفسي انا نفسي صراحه اشوفه يحتفل بمنتهى الامانه. اصل مش هينفع تبقى ديتك ان انت راجل يعني بتلعب في مانشستر سيتي وتبقى كل اللي انت عامله في مش عارف بتاع 18 19 مباراه ان انت عامل 5 اسيستات، تبقى حاجه عره قوي يعني. اقسم بالله يعني انت في الاخر بتلعب فريق من اقوى الفرق الهجوميه اللي موجوده في الموسم ده، حتى بغض النظر عن كل المباريات اللي انت ما لعبتهاش حلو، فاهم؟ وكل المباريات اللي انت خسرتها في اخر كام ماتش، بس برضو انت من اقوى الفرق الهجوميه الموجوده، فما ينفعش. تمام عادي عادي. هالاند يجي له كوره من ماتيوس نونيز، اللي انا الصراحه الراجل ما بقتنعش بيه خالص كجناح شمال تماما. اللعيبه مصابه وبتاع، عندك دوكو موجود كان دكه ونزل في اخر الماتش، عندك جاك جريليش كان دكه ونزل في اخر الماتش، فدغري دغري عشان الواحد اتخنق بقى بصراحه. الكوره الراجل رفعها، ماتيوس نونيز رفعها حلو جدا. هالاند طالع مع جوي قال له بقول لك ايه يا معلم، ريح انت بقى تحت كده انا طالع فوق. بس الراجل حطها من غير لما ينط اصلا، شاب بس. تمام ماشي. ده في الدقيقه 30. النتيجه كام؟ 1-1. حلو، حلو جدا. نخلص الشوط الاول. بس قبل بقى ما نخلص الشوط الاول، الراجل روبن دياز ده كتر الف خيرك حقيقي. حقيقي انت الراجل شايل كورتين في الشوط الاول وشايل كوره في الشوط الثاني. اخطاء كوره بتيجي بتتشاط على من قبل ال 18، الراجل واقف صدغ اقسم بالله، بيبقى مستني الكوره، فاهم؟ يروح يتزحلق عليها، يروح يعمل لها بلوك. الراجل اقسم بالله الثلاث كور دول على الاقل على الاقل كان في اتنين منهم داخلين جول. اقسم بالله والله بجد حقيقي يعني. واحده من ايزيه، واحده من ويل هيوز. اقسم بالله بص دكر حقيقي دكر. واحده تانية من اسماعيل يسار، دكر يعني. خش شوط تاني، الخطه بتتغير، تبدل من خطه 3 2 4 1 لخطه 4 2 3 1. تمام يرجع ريكو لويز ان هو يلعب باك ليفت. قال له بقول لك يا جفارديول انت بتعك وبتاع عندك ميس باس عالي وبتاع ومش عارف ايه، فانت هتخش بقى جوه وانا ايه هتعامل. تمام مفيش مشكله. دقيقه 56 يجي لهم كورنر على عن طريق اللاعب ويل هيوز، الراجل اللي عمل الاسيست بتاع الهدف الاول، الراجل بيعمل الاسيست بتاع الهدف الثاني. كورنر من على اليمين، الكره تترفع تاك هيد من ماكسيمس، يسجل الهدف الثاني لكريستال بالاس. طبعا زي ما قلت لك طالع فوق كايل ووكر، وحاجه هزار بقى وضحك بقى، حاجه اسفاف يعني. مفيش مشكله. ندخل بقى بعدها بربع ساعه، كل ده الدقيقه 67. انت ما عملناش ولا تغيير، احنا بس غيرنا شكل الخطه بس. ريكو لويز الراجل اللي بيدخل، اللي انت عارف بقى الانفيرتد باك وبتاع، الراجل اللي بيدخل في العمق واللي هو المفروض باك ليفت او باك رايت على حسب بقى الحاله بتاعت الماتش، بس هو الماتش ده كان باك ليفت في الشوط الثاني. الراجل يقوم داخل جوه، كره تيجي لجندوجان، الجندوجان يعمل الصراحه كره حلوه جدا جدا لكيفن دي بروين، ثرويه شياكه يعني. كيفن دي بروين يدي واحده لبرناردو سيلفا، برناردو سيلفا يلعبها على الثابته بتاعت المدافع لريكو لويز، ريكو لويز الراجل يستلم الكوره يقوم حاططها على طول في الدقيقه في الثمانيه، يشمعها على طول لإدرسون. حلوه بقت 2-2. هل يا ترى الدنيا هتسكت على كده؟ لا. حضرتك بعدها بالظبط بربع ساعه او قبل ربع ساعه، بعدها بالظبط 11 دقيقه، نبتدي بقى الدقيقه 78 نبتدي نعمل تغييرات، ننزل دوكو مكان سافينيو، ونبتدي بقى ان احنا نودي برناردو نودي
ماتيس نونيز الناحيه الثانيه، ونجيب دوكو على الشمال، مفيش مشكله. وبعدها يقوم منزلين جاك جريليش كل الكلام ده عيني على راسي مكان كيفن دي بروين، لان الراجل خلاص قعد 84 دقيقه ولا 85 دقيقه في الماتش. في الدقيقه 84 بقى الحلو ايه بقى؟ ريكو لويز ياخد الانذار الثاني. انذار تاني ظلم. انذار التاني حتى لو انذار في الطبيعي، ما اظنش ان انت في حاله المباراه اللي زي دي ينفع ان انت تدي انذار التاني وتدي الطرد، لان انت حضرتك الراجل حاطط رجله، المدافع آه، شالوبا بتاع تشيلسي، الراجل حاطط رجله فوقيه، يعني عارف حماس وبتاع، والراجل داخل يكبس الكرة، بس هو يعني خلاص هو حاطط رجله فوقيه اصلا، ده دايس على رجله يا معلم. فاهم يعني؟ في الاخر اصلا اللي كان ممكن يتصاب هو ريكو لويز يعني، بس ياخد الانذار التاني ويطرد. بس بدل ما انت بقيت اللي بتهاجم، بقيت انت اللي بتحاول تدافع علشان خاطر انت حضرتك على الاقل تخلص بقى من سيلهرست بارك ده بنقطه، بدل ما يجي لك النقطه. اوليفر جلاسنر الموسم ده مقدم ضحك، وانت بقى جيت كملت الضحك بضحكين. والله راجل جايب 12 نقطة، 17 مباراة، كسبان 2، متعادل 7 وخسران 6، حاجة عرة، حاجة عرة يعني. فاهم؟ عنده واحد المفروض من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده في الدوري الايطالي الموسم اللي فات واللي قبله، اللي هو كامادا بتاع لاتسيو، راجل راكنه. مع والله. وعنده واحد زي اسماعيل يسار ده رجله الاثنين شمال، والله العظيم بجد. تقول ايه؟ نخش بقى حضرتك بعد بقى ايه كل الكلام ده، ينتهي المباراه بان انت حضرتك جبت النقطه ويجي لك النقطه بس. طبعا ترتيبك دلوقتي الرابع، معاك 27 نقطة، كنت عادي جدا ممكن تبقى 29 نقطة وتبقى مركزك الثاني لغاية لما أرسنال وتشيلسي يلعبوا، وكان واحد فيهم ممكن عادي جدا يكعبل، لأن تشيلسي عنده مباراة زي مباراة توتنهام، فمن الوارد ومن السهل جدا ان هو ممكن يكعبل مباراة زي دي عادي. بس ده لا طبعا ما يحصلش، تفضل مركزك الرابع لحد بقى ما تشوف بقى ايه، حد بقى يكعبل لك الفرقتين دول في بعض، ولا تستنى بقى الماتش بتاع تشيلسي وارسنال مع بعض، ولا اي حاجه. والله حاجه. عندك الماتش الجاي اصلا ماتش يعني مش سهل، عندك مانشستر يونايتد قدام اموريم، وعايزين ناكلوا علقه كلها اقلام، لان بصراحه الراجل ده ايه يعني، ادالنا واحده كده في البرتغال مش قادر انساها. والله بجد اتمنى ان احنا يعني جوارديولا الفرقه تتحول وتتغير. اقسم بالله انا كنت بسمع النهارده المعلق الراجل بيقول ايه في اول دقيقتين ثلاثه في المباراه، بيقول لك السيتي الاصابات هي اللي بتنهي على اماله الموسم ده. كوفازيتش اللاعب صاحب الاربعه دوري ابطال اوروبا، فيل فودن اللاعب احسن لاعب في الدوري الانجليزي من الموسم اللي فات، جون ستونز اللاعب اللي اخذ 6 دوري انجليزي، رودري اللاعب اللي واخد البالون دور ومسجل الهدف بتاع نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم اللي قبل اللي فات. وعارف انت بقى شويه بقى احصائيات، واللي واخد اليورو، تسمع اللعيبه اللي مصابه او مش موجوده في الفورمه او تحزن، اقسم بالله تحزن حزن. طبعا بقى المباريات اللي كانت موجوده النهارده كانت مباراه برينتفورد ونيوكاسل، طبعا المباراه اللي ابتدت بشكل طبعا هجومي، بتتكلم ان برينتفورد من تقريبا توب 4 توب 5 تيمز يعني، او الفرق اللي هجوميا قويه، فرق مسجله جوان كتير جدا، تقريبا 31 32 جون حاجه كده. امبويمو يسجل الهدف الاول في الدقيقه 8، ايزاك يتعادل ويرد النتيجه تبقى 1-1. بعد كده ويسا يتقدم لبرنتفورد بنتيجه 2-1 في الدقيقه 28. بعد كده بارنز الدقيقه 32 يبقى تعادل 2-2. نخش بقى الشوط الثاني، كولينز يسجل الهدف الثالث لبرنتفورد في الدقيقه 56، وفي الاخر شادي يسجل الهدف الرابع لبرنتفورد في الدقيقه 90، ويتفوق برنتفورد على نيوكاسل. المباراه الثانيه كانت مباراه استون فيلا وساوثهامبتون. ساوثهامبتون واستون فيلا مباراه سهله جدا لاستون فيلا، بيلعب على ارضه، بيلعب فريق الاخير على الدوري، فريق داخل فيه 32 جون ولا 31 جون، فريق حقير الصراحه. فريق اداؤه ما فيهوش اي نوع من انواع التميز، مش شاطر في اي حاجه، ما بيعملش اي حاجه صح، ما بيعملش اي حاجه حلوه. ما اعرفش اوناي امري ماله راجل، ازاي ان انت تخلص بمباراه زي دي ان انت بس مسجل هدف واحد عن طريق خوان دوران. اظن يعني المباراه زي دي انت كنت ممكن عادي جدا تخلصها بخمسه او سته. انت لسه شايف يعني برضه يعني تشيلسي الماتش اللي فات 5 عادي يعني مفيش اي مشكله، فرق الكابتن بتاعها مطرود يعني. كان ليك حاجات احسن من كده بكتير. بس ده يستمر برضه استون فيلا في المركز الخامس لحد بقى ما نشوف الفرق اللي وراه دي هتروح فين. بس دي نهايه حلقتنا، ونهايه وجعات بتاعت السيتي. اتمنى أنا يعني، لان بصراحه كده كتير وكده كفايه يعني، مش عارف بصراحه يعني بس مش عايز اي حاجه. اتمنى لو انت ما عملتش لايك لغايه دلوقتي وسبسكرايب، اتمنى تعمل لايك وسبسكرايب. واتمنى ان حضرتك
يعني تدعي للسيتي ان احنا عدينا من الازمه المعفنه دي. اه والله بجد. بس مش عايز اي حاجه. اتمنى لو انت عايز اي حاجه اكتب لي تحت في الكومنتات، هتلاقيني دايما برد عليك وبرد على طول كمان. مش عايز اي حاجه. سلام.